الترام يقدم خدماته لسكان الإسكندرية كل يوم من 7 صباحا وحتى 1 من صباح اليوم التالي. وعلى الرغم من الأعطال التي تجعل الكثيرين ينصرفون عنه، فإن ترام هذه المدينة يتفوق في خدمته على ترام العاصمة القاهرة. الإسكندرية هي أول مدينة في مصر استخدمت الترام، وتعتبر كذلك من أقدم المدن في العالم التي تستخدمه. الترام الذي كان في أول أمره يقدم خدماته بين محطة الرمل ومحطات فيكتوريا ظل يستخدم الخيول في سحبه، وفي عام 1902 بدأ استخدام البخار في دفعه، ثم بدأ تشغيله بطاقة الكهرباء. وقد طورت تقنية الترام في عام 1931 بحيث ظل هذا الترام الخشبي يعمل حتى عام 1960 عندما أحيل إلى الإيداع. أخيرا تقرر إعادة الترام الخشبي إلى العمل، كما يقول رئيس هيئة النقل العام في المدينة الجنرال شيرين مجد الدين. بدأنا في الورش عندنا في ترام الرمل ان احنا نحيي او نعيد بناء ترام احنا مسمينه هنا الترام السياحي بنفس المكونات والشكل والطراز اللي كان بيعمل فعلا سنة 1930، وحتى بنفس التكنولوجيا الأجزاء اللي فيه، ونفذناه فعلا بجهودنا الذاتية في الورش. عملية إعادة التأهيل استغرقت 5 سنوات، ويعمل الترام الآن في مسافة تقدر ب12 كيلومترا، وتكلف تذكرة الرحلة جنيها مصريا واحدا. الترام حافظ على كل ما عرف به سابقا، كما يقول محمود رمضان، وهو أحد السائقين الذين تم اختيارهم لقيادة هذا الترام. كان عايز حد يحبه ويعرفه ويبدأ ان هو يتعايش معاه ويعرف ايه مميزاته وايه عيوبه وايه اخطائه اللي موجودة فيه، على اساس ان هو يعتبر تحفة من تحف اسكندرية، مش ان هو قطعة حديد او قطعة عادية مثلا موجودة ان الواحد يتعامل معاها اي تعامل او اي معاملة. فبدأت ان انا اتعامل معاها لان هو قطعة تخصني انا شخصيا، مش قطعة واحدة ان هي مثلا ان انا موظف عليها او ان انا سواق بس، لا، اعتبرت ان هي قطعة تخصني انا، ولذلك انا من يوميها وانا محافظ عليه. شبكة ترام الإسكندرية تعتبر واحدة من 3 شبكات في العالم تستخدم العربات ذات الطابق الثاني التي يطلق عليها دبل دكر. إحدى هذه الشبكات في مدينة ليفربول في المملكة المتحدة، والأخرى في مدينة هونغ كونغ. الإسكندرية تعتبر أيضا المدينة المصرية الوحيدة التي أدخلت خدمة الحافلات الحمراء الشهيرة في بريطانيا.